في أقصى شمال شرق المملكة تقع مدينة الناظور في منطقة الريف، موقع جغرافي قريب من أوروبا ومؤهلات طبيعية واقتصادية تجعل من المدينة والمناطق المحيطة بها ذات إمكانيات مهمة لتطوير مستوى ساكنة المدينة وفتح مجالات تنموية متوازية بين القطاعات الإنتاجية وذات مردودية للمساهمة في تعزيز مكانة المدينة والمنطقة على العموم على الصعيد الوطني. بحيرة مارشيكا والفضاءات الطبيعية المحيطة بها واحدة من هذه الإمكانيات التي يتوفر عليها إقليم الناظور. مشروع كبير وطموح أعلن عنه في سنة 2007 ويتوخى استغلال هذه المؤهلات. مارتشيكا أو البحر الصغير تنفصل عن البحر الأبيض المتوسط بواسطة شريط رملي طوله 25 كيلومترا، موقع طبيعي فريد يتميز بأهميته البيولوجية والإيكولوجية. الحفاظ على هذه المؤهلات وتطويرها كان الهدف من مشروع إنشاء محطة سياحية مفتوحة أمام السياحة الوطنية والدولية، وقد أوكلت هذه المهمة إلى وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، وهي شركة مساهمة برأس مال عمومي. التصميم العام لمشروع تهيئة وتنمية بحيرة مارتشيكا ينقسم إلى 7 عمليات ذات صبغة سياحية واقتصادية وعمرانية، ويتعلق الأمر بمشروع منتجع أثليون على مساحة حوالي 275 هكتارا. أما المشروع الثاني فيهم إنجاز مدينة الشاطئين، وهي عبارة عن قرية سياحية إيكولوجية تقع على الشريط الرملي للبحيرة. مشروع المدينة الحديثة للناظور والذي سينجز على مساحة حوالي 193 ألف هكتار وإنجاز قرية للصيادين. المشروع يتوخى أيضا خلق منتجع يجمع بين أنواع مختلفة من الإقامات ومن التجهيزات والخدمات الموجهة للسياحة البحرية والترفيهية، إضافة إلى مدينة بساتين مارتشيكا.